حيرني معاك دوبني من نار ومن ليالي. هو انت وعمرو دياب قط وفار؟ انا وعمرو دياب ايه؟ قط وفار يعني ايه؟ يعني بنجري ورا بعض يعني؟ لا يعني انا وعمرو دياب ممكن تقولي ايه؟ يعني اخوات جدا واصحاب جدا وزملاء في الفن. طبعا انت عارفه يعني كل واحد مطرب وليه جمهوره وليه معجبينه صح؟ وبنحب بعض جدا انا وهو. انما انت بتوقعيني في الكلام ولا ايه؟ يعني انت لفالي قلت وفار دي عشان توقعيني في الكلام يا مها؟ انت عارف ان ربنا اه اكبر من الناس العاوزين؟ الناس الايه؟ العاوزين. العجوزين؟ العواجيز يعني. طبعا ربنا اكبر من الدنيا كلها. وربنا اكبر منك انت كمان؟ طبعا اكبر من الدنيا كلها طبعا. واكبر من اي حد. ربنا بصي اقول لك على حاجه، الدنيا كلها، شوف الدنيا كلها قد ايه، هو اكبر منها كمان. فاللي زعل حد ايه ربنا ممكن يعمل فيه ايه؟ ما يخلوش كويس صح؟ والحمد لله عمرو دياب كويس وانا كويس، يبقى احنا بنحب بعض صح؟ نسيب توم وجيري بقى مع نفسهم يجروا على بعض. يعني والله انت عارفه يعني عشان انا مركز في حاجات معينه او اشكال يعني في الغنى مثلا بعمل اغاني معينه كده مع نفسي. كذلك الدويتو مثلا اللي كان كمننا بيني وبين هنيدي كان كويس جدا ونجح الحمد لله. انما الدويتو مش قوي. ليه؟ مش قوي ليه؟ نجح يعني قوي بس مش قوي. كنا بنتكلم عليه ده. وبس مش قوي يعني مش قوي مش فوق يعني. بالظبط يعني الحمد لله. ربنا يكرمك يا رب. خدت بالك فالواحد بيبقى مركز في الدويتوهات اللي في السينما تمام، انما الدويتوهات الغنائيه لغايه دلوقتي يمكن ما جاتش الفرصه ان انا اعمل دويتو مع حد وبحس انه يعني دويتو ناجح وحاجه كويسه يعني. لان في دويتوهات اتعملت ناجحه جدا، ولو هعمل دويتو لازم يبقى ناجح زيهم او احسن منهم. ما سالتنيش بقى نفسي اعمل دويتو مع مين بقى؟ انت نفسك تعمل دويتو مع مين؟ يعني مع المطربه مها. انا طبعا النجمه الكبيره مها. ممثله قصدك؟ لا ومطربه. مش مطربه. ده انت مهندسه ديكور كمان. انا؟ امال ايه؟ انا مهندسه ديكور. ربنا يخليك. الله يخليك والله انت نورتينا يا مها النهارده والله. مش عارف انا كان نفسي اجيب الاولاد والله كلنا ونجتمع هنا وفي في الجو الجميل الرائع بتاعك ده. ده بيتك ده صح؟ ده بيتي. ده معمول شيك قوي. انت مختاره الالوان؟ ايه؟ انت مختاره الالوان دي؟ ان شاء الله. بجد؟ وخطيبك فين؟ انا عندي 6. انت قلت 35 سنه. انا عندي 6. انت عندك 35 سنه. انا عندي 6. انت عندك 35 سنه. انا عندي 6 سنين. طب بقول لك ايه بص، انا عندي واحد عنده 4 سنين ابني. 4 سنين؟ اخطبه لك؟ والله انا لسه عندي 6. ولا لسه في الكليه انت؟ لا هو في الكليه دلوقتي عنده 4 سنين في الكليه. في الكليه؟ 4 سنين يبقى في الكليه طبعا. 4 سنين مش اولى مش سنه وعنده سنه بيبقى في 6 ابتدائي صح؟ 6 ابتدائي وهو عنده سنه يعني بيبي. لا 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 في بيبي بيبقى قد كده يعني اللي عنده سنه بيبقى قد كده صح؟
قد كده قد كده قد كده مش للارض، قد كده بص، قد كده قد كده قد كده للترابيزه، قد كده قد كده ايه، قد كده. قد كده. انت اول واحد بدأت تعمل فيديو كليب للاطفال زي الحب الحقيقي، وكاظم الساهر عمل اغنية فيديو كليب للاطفال، هي ايه الحكاية بالظبط؟ يعني الاطفال دي مش بتاعت محمد فؤاد بس، يعني الاطفال دي كل المطربين ممكن يعملوا اغاني معاه. يعني شيء جميل طبعا ان هو يعمل اغاني للاطفال، وان كلنا نعمل اغاني يبقى الاطفال فيها، لان انت عارف الاطفال دول اجمل حاجه في الدنيا، صح ولا لا؟ كبار. ايه؟ لا الاطفال دول حاجه جميله جدا، يعني حاجه كده جميله، انا صغيره كده. يعني الاطفال دي احلى حاجه ربنا خلقها في الدنيا، فلما بيبقوا في الاغاني بتنجح. الحب الحقيقي دي نجحت بشكل كبير جدا. ده انا كل يوم اقعد العب في الاغاني. بتعمليها ازاي؟ ولا كويس مش عاوزه اخلص. لا عملتي ازاي دلوقتي؟ قلت الحب الحقيقي ازاي؟ العب بتعمليها كده؟ بتقول الحب الحقيقي هي كده بيعيش يا حبيبي. بتغنيها احلى منك. بتغنيها زي كده، ما حدش هيغنيها احسن مني يعني. انا صاحب الاغنيه وانا اللي هغنيها احسن واحد في الدنيا. ما تعرفش تتغير. انا مغرور. ما تتغيرش. انا كده، وما بص ما تقطعنيش في الكلام. ما تتغيرش. ايه؟ مش ممكن. طب ايه رايك في الفيديو كليب دلوقتي؟ هايل جدا طبعا. يعني في اغاني كتير جدا جميله، وفي اغاني كتير بقت متطوره عن الاول بشكل كبير قوي، لان احنا يعني صورنا من البدايه كانت الاغاني بنقف نغني الحب الحقيقي. لا غير دي زمان قوي بقى، يعني قبل كده بحوالي مثلا بتاع 3 شهور كنا بنقف نغني واحنا قدامنا الميكروفون بس، خدت بالك؟ فمن 4 ايام بقى شوف الفيديو كليب بقى عامل ازاي دلوقتي، خدت بالك؟ فيعني كمان ساعتين هتبص تلاقي الموضوع اختلف خالص. انا عايز امشي بقى. حبيبتي يا مو، ميرسي جدا ان انت يعني جبتي لي البرنامج بتاعك. انا مبسوطه قوي ان انت جيت البرنامج بتاعي، وانا بحبك قوي. يا جماعه انا عايز اقول لكم على سر خطير جدا. بص هات الكاميرا على مها عشان اخر حلقه كانوا بيسلموا عليها، دلوقتي عملنا ستوب وسلموا عليها وبسوها وعيطت، وده مش ممكن. انا قاعد قدام نجمه كبيره جدا، مش طفله عاديه، دي انسانه فنانه وعندها احساس جميل جدا، انها قعدت فتره كبيره بتصور البرنامج ده مع المجموعه هنا، ولقيتها فعلا عيطت. يعني انا استغربت جدا. لو سمحت كل الاستوديو يسقف لها، كل الاستوديو يسقف لها. والاستاذ المخرج نزل بسها، ولقيته برضه اتفاجئت ان هو يعني كما لو كان بقوا عيله. وميرسي يا مها ان انا شفت الحاله الجميله دي والبرنامج الرائع بتاعك ده. ان شاء الله اتمنى ان انت السنه الجايه تقدميه برضه، واشوفك في حاجات كتيره جدا متالقه. انت فنانه عظيمه يا مها. طيب خلاص اسئله بقى. تعالي نقول لهم باي باي بقى، وكل سنه وانتم طيبين. اوقات يا دنيا معاك بعيش، وساعات ما بفهمكيش.